اهلا يا برج الحوت، تعالوا نشوف رسالة ملاكك الحارس ليك ايه في الوقت الحالي. يلا بينا. بصي يا برج الحوت، رسالة الملاك بتاعك between world. واضح ان انت بتتنقل من موقف لموقف او من حياة لحياة، من وضع معين في حياتك لوضع تاني خالص. فدايما بيبقى فيه في النص كده لحظة، يعني وقت الترانزيشن نفسه او وقت التغيير او التحول دوت. فانت يا برج الحوت واضح ان انت بتحب تقعد تحلل وتبني وتبني كل اللي جاي مثلا على assumptions منك او تخيلات او توقعات او يعني هيحصل كذا هيحصل كذا. الفترة دي انت حاسس انك مش شايف حاجة او حاسس ان انت ما عندكش توقعات، مش عارف انت رايح على فين. فاللي الملاك الحارس بيحاول يوصلهولك او يقولهولك، ابني روح عندك الشغف في ان انت تبقى فضولي، انك عايز تعرف فيه ايه. مش لازم كل حاجة امنلها توقعات وهي دي اللي تحصل. الفترة دي مش هيحصل ده. الفترة دي ان هما محتاجينك تبقى عامل زي الطفل لما بيجيله هدية وبيلاقي بوكس كده. اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيبقى يعني شغوف جدا ان هو عايز يعرف ايه جوه البوكس دوت، عايز يعرف ايه وعايز يفتح الهديه وعايز يقطع الورق اللي عليها ويشوفه مش عارفه ايه كده. ولو حد عايز يقدم له حاجه وهو اللي ماسك البوكس ده بيبقى شغوف جدا، عايز يعرف، مستني اللحظه اللي تظهر فيها. انت بقى يا برج الحوت لما بتيجي حاجه زي كده تحصل، اللي بيحصل ايه الفرق بقى؟ ان انت بتقعد تبص يا ترى العلبه دي فيها ايه، طب مين الشخص اللي جايبالي، طب هو انا قلت له انا عايز ايه، طب هو انا مش عارفه ايه. فتبتدي ممكن الشخص ده بتفكيره وبطريقته وبمعرفته بيا يجيب لي كذا او كذا او كذا. هم عايزينك تتخلى بقى عن الحته دي وترجع للمود بتاع الاطفال، ان هم بيبقوا شغوفين بالحاجه اللي هم عايزين يعرفوها او عايزين يوصلوا. لان هي دي الفترة دي كده يعني مش هتلاقي انك قادر تعرف اي assumptions او اي حاجة. هو دي الفترة دي مبنية على الكيوريوسيتي. ولو انت في علاقة عاطفية، الفترة دي مش وقت ان انت تسيب العلاقة، ولا وقت ان انت تتجاهلها، ولا وقت ان انت ت... يعني تسرعها. في الوقت دوت انت محتاج انك تبوس كده وتشوف الشخص دوت جاي يعلمك ايه عن نفسك. هو ده اللي انت محتاج تعرفه في اي علاقة دلوقتي. تعرف يعني بدل ما تشوف الشخص اللي قدامك لا مش كويس، او لا انا مش عايزه فاسيبه وامشي، او انا متحمس ليه جدا فسرع الموضوع. لا، انت محتاج في الفيس دي تبقى هادي متوازن، تشوف الشخص دوت جاي ايه الرسالة اللي جاي يقولها لك عن نفسك انت. بس بتشوف زي انعكاسك، هو الريفلكشن بتاعك. بس فهما بيقولوا لك ان في ايا كانت توقعاتك الفترة دي، انت مش هتمشي على يعني التوقعات بتاعتك مش هتبقى هي الصح. تمام. حتى في مجال العمل، في مجال العمل ممكن تكون انت عمال تجرب حاجات بتعملها ناس قبليك عملوها ونجحوا كده، بس هي مش ظابطه معاك نفس الظابطه. دي رساله ليك ان انت تحاول تبتدي تفكر بالكرياتيفيتي بتاعتك، بابداعك انت، بافكارك انت، مش لازم تعمل اللي الناس عملوه فنجحوا. لا، انت محتاج تبتدي تعمل اللي انت عايزه واللي انت حاسه واللي انت بتفكر فيه. لان انت كرياتيف جدا يا برج الحوت. انت مش محتاج تمشي ورا حد عشان تنجح او عشان تستقبل اللي انت عايزه. انت محتاج ان انت يبقى عندك الخلق بتاعك او التخليق او الكرياتيفيتي بتاعتك انت، الابداع بتاعك انت. بس هو اهم حاجة في الفترة دي ان انت to let go اي expectations. مفيش حاجة هتمشي زي ما انت حاطط الخطة بتاعتها. مفيش حاجة هتمشي زي افكارك الفترة دي. خليك curious انك تعرف ايه اللي هيحصل. بس يا برج الحوت، بس let go وسلم كده. بس وتأكد، دي بقى رسالة تانية من اليونيفرس، اللي هو تأكد ان سعادتك في الوقت الحالي
مستوى سعادتك في الوقت الحالي ده انعكاس ل آه لإيماني أو يقيني بربنا. لازم تبقى فاهم مستوى السعادة، مستوى أي حاجة أنت وصلت لها، ده المستوى الفيث بتاعي رايح فين. وهما بيقولوا لك تأكد ان انت الفترة اللي فاتت دي خلاص، انت الدرس المفروض تتعلمه انت اتعلمته خلاص ووصلت له. انت محتاج بس تقف تبقى كيوريوس، ايه اللي هيحصل بعد كده، يا ترى ايه اللي هيحصل. بس كده يا برج الحوت. يا ريت بقى تتخلى عن اي توقعات او اي افكار او اي assumptions انت بتعملها، وتتفرج ايه اللي هيحصل. يلا بينا، باي باي.